في يوم من الأيام دخلت لبلبة على جوزها الفنان حسن يوسف. قالت له: أنا بستأذن منك يا حبيبي عشان بكرة حسين فهمي هيبوسني في الاستوديو، وأنا مش عايزاك تسمع الكلام ده من بره وتتضايق وتفهم غلط. فتعالوا معي أعرفكم يا ترى عمل إيه معاها حسن يوسف وليه قرر يطلقها بعد 7 سنين جواز بسبب الحدوتة دي، وقال إيه يا ترى لما اتسأل عنها من الصحفيين. حسن يوسف كان أول ست في حياته اتجوزها هي لبلبة. ساعتها كانت لسه صغيرة جدا، وده حصل في بداية الستينات، ولما شافها وبقى معجب بيها وبحبها الشديد واهتمامها بوالدتها فكانت ممكن تسيب التصوير عشان تقعد معاها وهي تعبانة وتراعيها. الكلام ده شجع حسن يوسف إنه يروح عشان يخطب لبلبة، بس ساعتها اتفاجئ إن أبوها وأمها رفضوا تماما فكرة جوازها وقالوا له إنها لسه صغيرة وعندها 17 سنة. لكن لبلبة عندت وهددتهم بأنها هتخلص على نفسها لو رفضوا الجوازة دي، وفعلا تمت الجوازة وعاشت لبلبة مع حسن يوسف حياة مستقرة. في البداية المشاكل بدأت مع مرور 7 سنين ووصلت للطلاق. لما اتسألت لبلبة عن سر انفصالهم قالت إن السبب إنها كانت بتصور فيلم بنت بديعة، كانت بتعمل دور رقاصة شرقية والمفروض إنها هتتباس من حسين فهمي اللي كان مكسر الدنيا وقتها. وعشان لبلبة كانت لسه ساذجة راحت وقالت لجوزها حسن يوسف وقالت له: بعد إذنك يا حبيب قلبي يا جوزي، بكرة بإذن الله عندي مشهد تصوير بوسة مع حسين فهمي، فممكن تسمح لي إني أتباس منه ما تزعلش. حسن يوسف بقى يتشال ويتهبد، وطبعا ده حرق دمه. قال لها: لو باسك هطلقك. فراحت هي كمان عندت واتباست من حسن يوسف، فطلقها حسن يوسف فعلا ونفذ كلامه ورمى عليها اليمين. لكن لما اتسأل حسن يوسف عن حوار البوسة بتاعت لبلبة مع حسين فهمي ولو كانت هي سبب الطلاق، أنكر وقال إنه سابها عشان حقوقه معاها كانت ضايعة تماما، وكان عايش معاها طول فترة جوازهم بالعافية وهي ما كانش عندها حنان ولا حب. قال كمان: فضلت صابر عشان بحبها. وبعدها راح وحب شمس البارودي. ساعتها كان حلم حسن يوسف إن لبلبة توفر له الاستقرار، بس هي كانت مركزة مع شغلها وما كانتش عارفة تبعد عن أمها، وملخومة كمان في تصوير أفلامها، وده اللي جه على حساب البيت. وفضل حسن متعقد من سيرتها ومن حدوتة جوازهم اللي فضلت تطرده حتى بعد جوازه من شمس البارودي. كمان كان حاسس إنه لسه بيحب لبلبة ومش عارف ينساها خالص، بس مع الوقت قدرت شمس البارودي إنها تسيطر على قلبه. في النهاية بقى تفتكروا، هل ندمت الفنانة لبلبة على طلقها من حسن يوسف وإنها ركزت مع الفن والشهرة على حساب حياتها الشخصية؟